السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين كده. انا دلوقتي هعمل فيديو. مش دلوقتي، اصلا من النهاردة انا هعمل فيديو. اللي قلتلكم قبل كده ان في 66 حلقة او 66 سلسلة من اصلا 66 موضوع من اللغة الإنجليزية. الاساسيات في اللغة الإنجليزية، يعني مواضيع مختلفة. انا كنت هعمل الكورس معين، بس انا دلوقتي شايف ان الموضوع مش هينفع. اما ان انا اللي مشغول، انا عندي شغل، او ممكن بقى ان انا مش هقدر اعلم كل حد ايه مثلا وقت معين، بتوقيت معين. جربت مرة مرتين تلاتة، او يعني طالبان، طلاب يعني اكتر من كده. بس في الاخر ما ينفعش، فحاسس ان انا ما خلاص، يعني انا هعمل فيديو 66 حلقة. يا ريت الفيديو بيفيدكم على حاجة. كنت جربت الكورس معين ده ايه يعني بفلوس. لازم تدفع كذا عدد من الفلوس عشان تتعلم معايا. بس أنا دلوقتي شايف الموضوع مش هينفع ومش هيربح، فخلاص انا هعمل مجانا ليكم كلكم. بس المفروض انكم تشتركوا في القناة وانشروا الفيديو لأي عرب اللي عايز يتعلم اللغة الإندونيسية. ماشي، نبدأ بالأول خالص، يعني عن الأساسيات في اللغة الإندونيسية. الحروف، احنا عندنا حروف زي حروف اللاتينية أو حروف اللغة الإنجليزية. احنا عندنا حوالي 26 حرف في الأبجدية. احنا ممكن نغني كده: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ف و اكس ي زد، او ده الحروف اللي عندنا. او ممكن نغني شوية مختلف، مش زي اللي في الانجليزي. انت لاحظت يعني، بس المهم الحروف بتبقى كده. بعدين بقى ايه، في حروف خاصة اللي هو اصلا حرفين اتلصقوا مع بعض، يعني بقوا ايه بقى نطق خاص عندهم. مثلا زي ان 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 مثلا، يعني غامبك او غانجوك. مثلا في مدينة او قرية اسمها غانجوك. او ممكن في حد حد عنده نعاس، فنقول مثلا غانتوك. احنا ممكن نبدأ اي كلمة، ممكن نحط الحرفين دول اما في الاول كلمة، في وسط الكلمة، او في اخر الكلمة، في اي مكان يعني. ف ان 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 ان. بعدين في صوت تاني لا، بس ان وان دول اهم حاجة، يعني ان. اوكي، ده الحروف يعني. طب نكمل على ازاي نقدم نفسنا بالاندونيسي. اول حاجة، ناما سايا او ناما اكوت. لا طبعا موقف رسمي بنقول كده سايا، ناما سايا كذا. ناما سايا كذا، كرر معايا. ماشي. سايا اورام كذا، يعني الجنسية. saya orang كذا. It's like I am blah 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 people, like I'm Egyptian people, I'm Sudanese people, something. أنا ناس سوداني مثلا. أنا راجل سوداني، أنا راجل مصري، حسب يعني. فحسب الجنسية تقول كده saya orang كذا. مثلا لو أنت مش عارف اللي هي دولتك بلغتنا، فنقول كده. احنا بنقول مثلا مصر، لمصر. مغرب احنا بنقول ماروكو. الجزائر، تونسيا، السودان، مصر، العراق، يمن، عمان احنا بنقول عمان، امارات. even we say UAE. في بقى لو في دولة تانية اكتبولي في الكومنتس، هعرفكم وهنطق ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بس ده كده يعني. في العراق،
العراق، أو مثلا دول عربية، مثلا العراق، في الشام مثلا لبنان، فلسطين، سوريا، جردانيا، سعودي، بحرين احنا بنقول بالهي، بحرين، الكويت، قطر، ليبيا باقي ليبيا، السودان، موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر. لا، انا مش فاكر، بس لو فاكر هقول لك. ماشي. اوكي. اسماء دول: saya orang كذا، saya orang كذا جنسية، يعني saya orang Mesir مثلا، saya orang Mesir. saya bekerja sebagai أنا أشتغل كذا، مثلا لو أنت بتشتغل، فسaya bekerja sebagai كذا. ممكن تقول لي برضو أسماء من الشغل اللي عندك، ممكن مهندس، ممكن مدرس، ممكن أسماء. هنا بقى أحط ممكن مثال واحد: saya bekerja sebagai guru، يعني أنا أشتغل كمعلم. sebagai يعني saya sudah tinggal di Indonesia selama X tahun. مثلا saya sudah، يعني خلص، هي علامة للماضي يعني. فلو انت لقيت كلمة sudah معناه في صيغة ماضي. saya sudah tinggal di Indonesia 10 tahun مثلا. هنتعلم برضو الأرقام يعني. أو مثلا saya sudah belajar bahasa Indonesia X tahun. saya sudah belajar يعني أنا خلاص تعلمت لمدة كذا. saya sudah belajar bahasa Indonesia 10 tahun مثلا، أو 2 tahun أو 2 bulan. نكمل برضو الأرقام، يعني ممكن أرقام بسيط، يعني من 1 لحد 10 بالإندونيسي. احنا بنغني دايما بالإندونيسي: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. الأرقام دول تبقى كم يا فندم؟ تبقى 10. أيوة كده، عشان تبقى يعني تبقى فاهم وتحفظ الكلمات بسهولة نغنيها. ابعد عن الشر وغنيها يعني، فغني لها عادي يعني. فماشي. ده 1 لحد 10. للعشرات مثلا 11 لحد 20 احنا بنقول كده بلس. لا، لحد 19 لحد 19 بنقول بلس. 11 مثلا 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. من 20 لحد 100 احنا بنقول كده 21, 22, 23, 24. احنا بنقول بالبلو. الا في موقف غير رسمي احنا ما بنقولش ما بننطقش البولو، ما بننطقش 20 دول يعني. مثلا 23 احنا بنقول على طول كده الرقمين دول: 23 مثلا 23, 24, 25, 26. في موقف غير رسمي، او لو انت محتاج حاجة سريعة فتقول كده على طول الرقمين، مفيش مشكلة خالص، الناس هتفهم. 23, 24, 25. فماشي يعني. من الأول السلام عليكم. احنا دايما بنقول السلام عليكم للمسلم يعني، او ممكن نقول هاي عادي يعني. هاي kenalkan يعني greetings like هعرفكم عن نفسي. هاي kenalkan, nama saya Torik, saya dari Indonesia. أو أنا من Indonesia, it's like saya dari Indonesia. أو saya orang Indonesia, saya orang Maroko مثلا. saya orang Indonesia, umur saya 23 tahun, أو umur saya 23 tahun. في موقف غير رسمي saya bekerja sebagai guru.
saya bekerja sebagai guru. Saya sudah tinggal di Indonesia selama 23 tahun. Saya tinggal di Indonesia selama 23 tahun. Atau saya sudah belajar bahasa Indonesia, مثلا saya sudah belajar bahasa Indonesia 2 tahun أو setahun أو 1 bulan. يعني حسب احنا نتعلم برضو الشهر يوم، شهر، أسبوع، والسنة برضو بالإندونيسي. بس هنا بقى سريع عن تعريف النفس، يعني أعرف نفسي، أقدم نفسي إزاي. ماشي. المفردات الأساسية saya, umur أو أسيا، يعني نفس الكلام نفس المعنى. sebagai أنا أشتغل saya bekerja sebagai أهو ده اللي عندي. دلوقتي بقى خلينا نجرب حوار متبادل. ماشي. أنا هصور كده في يعني حوار متبادل. أنا الأول أنت التاني. ماشي. السلام عليكم. Nama saya Torik. Nama kamu siapa? Kamu orang mana? Kamu orang mana? Wah, Masya Allah. Salam kenal. Wah, Masya Allah. Salam kenal Muhammad. Wah, Masya Allah. Salam kenal Muhammad. وأنا ممكن أراها من الأول خالص. الحوار ده أراه من الأول خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام. Nama saya Tarik. Nama kamu siapa? Oh, nama saya Muhammad. Oh, kamu orang mana? Saya orang Mesir. Wah, Masya Allah. Salam kenal Muhammad. Salam kenal. Salam kenal يعني زي greetings like تهنئة. احنا دلوقتي عرفنا عن بعض خلاص. سلام كنال. سلام كنال. أيوة. دايما أي تهنئة بالإندونيسي بتبدأ دايما بالسلام أو سلامت يعني مثلا selamat pagi، صباح الخير، selamat siang، نهاركم سعيد، selamat sore، مساء الخير، selamat sore، ليلة سعيدة، selamat malam. فتهنئة دايما بالسلامت. بس هنا بقى احنا بنقول كده سلام كنال يعني greetings. now we know each other. okay. سلام كنال أحمد. سلام كنال طارق. سلام كنال محمد. أيوة كده. بعدين بس كده ده الأساسيات بتاعت اللغة أصلا. مش بس التعرف على النفس، عشان في بقى أرقام، عشان كده أحط كده شوية عن الأرقام. بس الموضوع عن مثلا تفاصيل شهر، سنة، وأسبوع، يعني عن تاريخ. إن شاء الله هنتعلم في الفيديو تانية، فيديو جاي إن شاء الله. لو ده يفيدكم على حاجة اكتبولي في الكومنتس. لو ده يفيدكم على حاجة متنسوش لايك كومنت سبسكرايب. و هشوفكم ان شاء الله في الفيديو جاي، فيديو تاني ان شاء الله عن اساسيات تاني، موضوع تاني. و اشوفكم ان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله. متنسوش لايك كومنت سبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس لو في حاجة انتوا مش فاهمينها، او مثلا في حاجة انتوا عايزين تتعلموا عنها. فخلاص انا دلوقتي كمعلمكم كلكم هعلمكم كلكم يعني. ماشي. ده اللي عندي. يا ريت تفيدكم على حاجة. متنسوش لايك وسبسكرايب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ماشي بقى.